هاي من أفضل فنادق شرم الشيخ في الفئة المتوسطة. بكلمكم النهاردة من جاف ريزورت شرم الشيخ. الأوتيل تصنيفه على بوكينج 6.8، وهو أنا شايفة إنه يستحق أعلى من كده في التقييم لأكتر من سبب. أولهم اللوكيشن. الفندق موجود في خليج نعمة، أكتر الأماكن الحيوية اللي موجودة في شرم الشيخ، واللي قريبة من كل حاجة، قريب من المطار، قريب من موقف الرئيسات للي جايين بالباص، قريب من سوهو سكوير، وقريب كمان من السوق القديم والميركاتو. يعني اللي بيجوا شرم الشيخ عارفين قد ايه خليج نعمة هي تقريبا المنطقة الوسيطة في شرم الشيخ اللي تقدر منها تروح لأي مكان بمنتهى السهولة، لأن هي قلب شرم الشيخ. ده رقم واحد. بالنسبة للوكيشن الفندق، تقييمي ليه طبعا 10/10. هقيم كل حاجة لوحدها. بعد ما قضيت 4 أيام في الأوتيل أقدر أقيمه. هو ياخد اللوكيشن 10/10. الاستاف ما أقدرش أنكر مجهودهم في كل الأقسام. الاستاف أكتر من رائع حقيقي. الإفامي، ريسبشن، الهاوس كيبنج، كل الأقسام رائعة. بس الانيميشن تيم لأ، مش كل يعني أكيد طبعا كل مكان بنقيمه ليه عيوبه وليه مميزاته. أنا لو هتكلم على الاستاف هياخدوا 9/10 بسبب الانيميشن تيم. أعتقد إدارة الأوتيل محتاجة تختارهم بعناية شديدة أكتر من كده، خاصة إن نسبة الإشغال في الأوتيل ده 99% أجانب مش مصريين. فالانيميشن تيم لازم يكونوا على قدر المستوى، لأن دول الإيمج، يعني الإيمج بتاعت المكان. أكتر فئة أو أكتر ايجنت بيتعامل مع العملاء، بيتعامل مع الجست طول اليوم، على حمام السباحة، على الشط. هو أكتر ناس بتتعامل فعلا مع الجست، تحتك بالجست، فلازم دول يكونوا على يعني بروفيشنال. ده رأيي. طيب، مستوى الأكل، الخدمة في الأوتيل، الخدمة 10/10. مستوى الأكل فيه 10/10. ليه بقول من أفضل فنادق شرم الشيخ في الفئة المتوسطة؟ لأن احنا كجست بيسافر أي مكان، حد بيسافر أي مكان بيختار في مكان الإقامة بتاعه قيمة مقابل سعر. يعني أنا بدفع كام قصادهم باخد إيه؟ أنا شايفة إن جافي ريزورت في النقطة دي حقق معادلة صعبة. هو فندق تقييمه 4 نجوم، لكن أنا شايفة إن هو مستوى الخدمة فيه، مستوى الخدمات اللي فيه ترقى لمستوى 5 نجوم. يعني لا يقل عن كده. بعد ما قضيت فيه 4 أيام أقدر أقول ده بدقة. الفندق صف أول، شط رملي، في حمامات سباحة، أكوا بارك للكبار وللصغيرين، في كيدز اريا. هو أصلا بيتارجت السفر العائلي سواء مصريين أو أجانب، فهو طبعا مناسب للأسر اللي معاها أطفال، الأسر اللي فيها شباب. الانيميشن تيم بيعملوا حفلات لطيفة، في اكتيفيتيز لطيفة، لكن كاتيتيود زي ما قلت من شوية هم بس محتاجين يختاروا ناس بعناية شديدة أكتر من كده. الأوتيل 200 غرفة. أنا كان بالنسبة لي حاجة ويرد إن أنا أجي في رمضان فلاقي فندق في شرم الشيخ فل، وإن 99% من الإشغال بتاعه أجنبي. يعني هو تقييمه يستحق إن هو يكون أكتر من تقييم اللي هو نازله على بوكينج. ده رأيي، وأنا بنصحكم جدا بزيارة جافي ريزورت، إن انتوا تقضوا فيه أجازاتكم. هتنبسطوا فعلا جدا فيه، خاصة لو في أطفال، وتقدر ان انت تنزل. الأسعار بتاعته ليه بقول من أفضل فنادق في الفئة المتوسطة؟ لأن السعر بتاعه كمان متوسط. يعني تقدر ان انت في 4 أيام 3 ليالي، لو سوفت اول ده يعني فطار غدا عشاء مشروبات سناكس، تدفع حوالي 3500 ل4 بالانتقالات. ممكن طبعا الاسعار هتقل لو هاف بورد فطار وعشاء، او الناس اللي بتحجز من على بوكينج بيبقى الريزرفيشن شامل فطار بس، فطبعا بتبقى الاسعار برضو اقل من كده. لكن انا بتكلم من الاعلى للاقل. شكرا ليكم.